وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ناس كده خدوا رأيي في جواز القرايب، يعني بيقولوا لي ايه رأيك في جواز القرايب؟ ادام قلتوا لي رأيك ايه يبقى هتكلم بقى بصراحة، ومحدش يعني يزعل مني او ياخد مني موقف. يعني انا ما بحبش جواز القرايب بصراحة، يعني ما بشجعوش. لان انا يعني اللي انا شفته في جواز القرايب لقيته حاجة يعني مش كويسة. لقيت ان الغريب احسن. يعني الاول هقول ايه اللي بيخلي الناس تتجوز قرايب، يعني ايه الاسباب اللي بتدفع الناس لجواز القرايب. اعتقد يعني ده في وجهة نظري، معرفش يعني. متهيألي اول سبب لجواز القرايب هو الورث. ان مثلا بيبقوا مش عايزين الورث يطلع بره العيله. يعني بنتي دي تاخد ابن ده وهم اخوات، يعني ولاد العم يتجوزوا بعض ولا بنات البنت تتجوز ابن عمها، يعني اتجوزوا بعض. ليه بقى؟ عشان الورث بتاع العيله ما يروحش بره. يعني ورث اخويا وورثي يبقى كلهم زيتنا في دقنا يعني، وتبقى عجينه معجنه في بعضها كده. ده سبب من اسباب جواز القرايب، ان الورث ما يخرجش بره العيله. نفضل نتجوز من بعضنا كده، والورث يفضل بتاعنا ويكبر معانا وكده. ده سبب من اسباب جواز القرايب، بعتقد يعني. وفي سبب تاني برضو، ده الاسباب اللي انا شفتها يعني. السبب التاني لجواز القرايب ان بيقول لك ان القريب هيبهدلها، قصدي الغريب شفتها طلعت كلمه الحق. الغريب هيبهدلها، فالقريب اولى بيها. ابن عمها اولى بيها، هيصونها ويخلوا باله منها وكده يعني. وده طبعا برضو من ضمن الحاجات الغلط. ده القريب بيبهدل اكتر من الغريب. وبالنسبه للورث هو بياكل ورثها اكتر من الغريب برضو. المهم يعني ده سبب تاني، ان يعني عايزين بنتهم يعني تتصان فيدوها لابن عمها. في سبب تالت بيقول لك ان اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. ومنين عرفت ان اللي ما نعرفوش اوحش يعني؟ يعني ليه اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش؟ واحنا شفنا ايه من اللي نعرفه يعني عشان يبقى احسن؟ سبحان الله، ما اعرفش. ده يعني سبب من اسباب برضو جواز القرايب، يعني اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. المثل ده صعب جدا يعني بصراحة، ما بحبوش. في سبب كمان في جواز القرايب بيقولك ايه، يعني احنا هنقوي العلاقات. جواز القرايب هيبقى ايه يعني؟ عشان ما نقطعش صلة الرحم. عشان ايه؟ لو بنتي دي خدت ابن دوت، هم ولاد عم، فيبقى انا ايه؟ ازور بنتي ويبقى انا زرت ابن اخويا بالمرة، او ده يزور ابنه ويبقى زار بنت اخوه بالمرة، ويبقى ايه؟ في يعني توطيد للعلاقات، يعني يقووا العلاقات مع يعني صلة الرحم. ده من ضمن الاسباب برضو اللي في ناس بتقول ان يعني جواز القرايب بيقوي صلة الرحم. عشان بعد كده الدنيا تلاهي وكل واحد بيروح يشوف حاله، فالاخ بيبعد عن اخوه، فلو اتجوزوا ولاد بعض يبقى كده ايه؟ ربطوا بعض ببعض يعني. وده طبعا من ضمن الاسباب برضو الغريبة، اللي اصلا مجرد ما الجوازة بتحصل العلاقات بتتقطع وصلة الرحم بتتقطع على فكرة يعني. ده برضو من ضمن اسباب الناس اللي بتفكر في جواز القرايب. في سبب كمان يعني، بس يعني ما كنتش احب اقوله، بس هو يعني بيحصل بس يعني نادرا يعني. ان لو البنت يعني شكلها مش حلو قوي يعني، او هم شايفينها كده، مفيش حد مش حلو طبعا، فيضطر ابن عمها ياخدها غصب عنه، لان خلاص هي مش هتلبس في حد غيره، فانت بقى الملزم تاخدها. خلاص ما ينفعش ما ينفعش ما تطلع لحد، هي مش هتطلع لحد تاني اصلا. فيبقى ابن عمها اللي يعني اذا كان ما فيش حد بيتقدم لها او حاجه يعني، فيبقى ابن عمها اللي لازم يتجوزها، هو اولى بقى بحاجته دي بنت عمه. ده سبب يعني من ضمن الاسباب. فانا ما بحبش جواز القرايب اصلا، ما بشجعوش. كل الاسباب اللي انا قلتها دي هم بيعتقدوها في دماغهم، لكن هي غير حقيقيه بالمره. يعني اللي فاكرين ان الورث ما يطلعش بره، لا، هو بيتجوز عليها وبيروح يورث واحده تانية غريبه. اذا كنتوا يعني بتفكروا في موضوع الورث، او بياكل ورثها هو بيروح يجيب بيه اي حاجه يتصرمح بيه، سوري يعني على الكلمه. يعني في الاخر او هي يعني بصوا، هم ما بيفكروش موضوع جواز القرايب ده. ما بيفكروش هم عايزين بعض ولا لا. البنت والولد دولت مش في دماغهم اصلا. وفي ناس بالنسبه لهم دي عاده بقى. دي بقت عاده، يعني كبروا وترعرعوا على ان ايه، كلنا لازم ناخد من بعضنا، فالعيله ما بيخرجش منها حد ولا بيخش فيها حد غريب. فيبقى احنا خلاص يعني، حتى بدون اسباب، هي مجرد عاده كمان. احيانا بتبقى كده يعني من غير اسباب، يعني لا عندهم ورث ولا القريب اولى من الغريب ولا حاجه خالص، بس هم طلعوا
على ان احنا ما يطلعش حد برانا ولا ندخل حد في عيلتنا، فيبقى دي طلعت عاده عندهم من غير اسباب، سبحان الله. المهم يعني الغريب في الموضوع ان هم ما بيسالوش راي اللي هيتجوزوا دولت، اللي هو الولد والبنت، ما بيسالوهمش اصلا. وغالبا برضو ان الولد والبنت بيبقوا طالعين عارفين عادات وتقاليد العائله دي او العيله دي يعني، فبيكونوا مستسلمين تقريبا. عندهم ده كمان عادي، ما اعرفش. بس حتى لو البنت مش عايزه الولد ده او الولد مش طايق البنت دي، هم بيتجوزوا برضو وده عادي. وعايزه اقول حاجه، ان نسبه الجوازات اللي انا شفتها يعني القرايب بحوالي 99% فاشله، ده اللي انا شفتها. ونسبة الجواز الغريب يعني عشان ما حدش يقول لي لا يعني جواز القريب هي اللي ناجح، نسبة جواز الغريب بحوالي 80% فاشلة. فيبقى انهي الاكتر؟ هو نسبتين كبار قوي، بس انهي الاحسن؟ لا، نسبة الغريب 20% افضل، لكن نسبة القريب يعني 1% تقريبا يعني اكتر. فيبقى احنا نروح للحاجة. وبعدين في حاجة كمان انا احب اقولها يعني، يعني مقولة كده في دماغي، او مش مقولة، انا اكتشفتها كده يعني من خبرتي، بس دي حاجة كل الناس عارفاها، ان الشخص اللي انت عايز تقوي علاقتك معاه اوعى تشاركه ولا تناسبه، لان مجرد ما شاركته الشيطان بيخش فيكوا كده وبيقعد يوسوس لك، ده سرقك، لا ده عملك، لا ده فمجرد ما شاركته بتتخانقوا وبتنفصلوا عن بعض، وبعد كده ما بتعرفوش بعض تاني. او بمجرد ما نسبته النسب برضو يخش الشيطان يفرقكم عن بعض وتتقطع العلاقات وصلة الرحم والكلام ده. فالشراكة والنسب انا ما انصحش بيهم لحد انا عايزه اقوي علاقتي بيه، حد انا بحبه، حد انا شايفه اني لا الشخص ده انا مش عايزه اخسره. يعني انت لو مش عايز تخسر شخص لا تناسبه ولا تشاركه، ويفضل طول عمره صاحبك ولا قريبك ويفضل تمام التمام. مجرد ما عملت حاجه من الاثنين دول او عملت الحاجتين دول فانت لبست في الحيط وقطعت العلاقات ما شاء الله يعني. ف يعني الجواز من ضمن الحاجات اللي بتقطع العلاقات اصلا. وبعدين في حاجه تانية كمان، ان انت مثلا عايز تجوز بنتك لابن اخوك عشان ايه؟ تفضلوا بقى صله الرحم ومرتبطين ببعض قوي، بدل ما كنتوا اخوات بس لا ده انتوا نسايب كمان والكلام ده. فلنفرض ان حصل مشكله بين الزوجين بقى اللي انتوا جوزتوهم دولت، ايه اللي هيحصل بقى؟ انت واخوك هتبقوا واقفين قدام بعض، مش مع بعض، ضد بعض، ضد بعض. ممكن توصل لا قدر الله المحاكم او لخناقه كبيره او مش عارفه ايه، فيبقى انت واخوك ضد بعض. طب وليه ما تاخد يا ابني حد غريب؟ ولا قدر الله لا قدر الله لو حصل حاجه يبقى انت واخوك مع بعض على الغريب. حتى المثل بيقول انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. فيبقى انا واخويا على الشخص الغريب، مش انا واخويا ضد بعض بقى في المحاكم او في خناقات او نجيب الناس لبعض او الكلام دوت. ما هو ده اكيد هيحصل. وكمان لما يحصل اي مشكله بين الزوجين البنت هتروح تقول لامها والولد هيروح يقول لامه، فيحصل كده مشكله، لا انت قلتي، لا انت عملتي، لا مش عارفه ايه، ويحصل في خلاف كده حتى ولو بسيط بين العيلتين مثلا. وكمان في حاجه تانية بالنسبه لجواز القرايب، من عشان هما بقى قرايب والعيله كلها عارفه بعضها، لما بيتقابلوا مثلا في مناسبه ويحصل مثلا ايه حاجه معينه، ان فلانه بصت لحد، بصت مش عارفه مين بصه مش كويسه، ما سلمتش على فلانه بطريقه كويسه، قالت كلمه مش عارفه ايه، فالكلام هيقعد يقول لها امك قالت وانت مش عرفك، ما هي مرات عمي قالت لي، ما هو قرايب في بعض بقى كله بيقول لبعضهم. لكن لو هما غربة عن بعض، لو امها عملت حاجه في اي حته ما هو مش هيبقى عارف هو مين هيقول له اصلا، ما هم ناس غربة عن بعض يعني، جيران بقى ولا يعرفوا بعض عن اي طريقه تانية. لكن القريبين اكمن كل الدايره عارفه بعضها، يعني ده ابن عم ده وده ابن خالد ده وده مش عارفه مين يقرب لمين، فلما بيتجمعوا في مكان كله عارف بعضه، فهيوصل اكيد هيحصل حاجه يعني مشكله احتكاك اي حاجه يعني. فبرضه هتوصل للاتنين اللي اتجوزوا اللي هم اتدبسوا دولت، بص هم هيعيشوا نكد على طول من بره البيت مش من بيتهم. يعني امك قالت، مرات عمي قالت لامي مش عارفه ايه، مرات خالي قالت لستي ايه، جوز خالتي قال لعمتي ايه، فكله في بعضه. النكد هيجي لهم بقى الاثنين اللي متجوزين دولت من بره، ان مين قال ويجي يعاتبها ومين عاد وتيجي تعاتبه وهكذا. فبرضو انا يا رب يكونوا فاهمين الحته دي مني يعني، منهم قرايب في بعض، فكل المشاكل بتحصل وتصب عندهم هم، ان هم يعني بيلوموا بعض على حاجات. يعني اختك قالت، ما هو اختك دي بنت عمك، اخته بنت عمك مثلا، ايه اللي عرفك ان اخته قالت؟ عشان هي بنت عمك، عشان اتقابلت مع امك كده يعني. فبرضو جواز القرايب لا انا عن نفسي ما احبوش وما شجعوش وما بستلطفوش، ما بستلطفوش بصراحه.
وفي حاجه انا ما اعرفش هي حقيقه ولا لا، والله اعلى واعلم، يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يعني يشجع جواز القرايب، بس مش عارفه المعلومه دي اكيده ولا لا، الله اعلى واعلم، اللي يعرفها يقول لي بقى. ف بصراحه جواز القرايب بيقطع العلاقات، بي يعني بيخلينا نكره بعض اكتر، بيخلينا نقف قدام بعض اكتر بدل ما نقف مع بعض. ما بحبوش. وحتى لو جواز القرايب ده بالنسبه لي هيبقى فيه مميزات اكتر من جواز الغريب، لا انا يعني افضل جواز الغريب اكتر، لان المميزات اللي انا هشوفها في جواز القرايب دلوقتي احتمال بعد كده يبقى عيوبه اسوأ واكتر يعني. ف انا الناس اللي ماشيه على نظام جواز القرايب، والقريب اولى من الغريب وابن عمها اولى بيها، والكلام ال... في الشنك ده، انا ما بيخشش دماغي خالص خالص. وان هو بيقوي العلاقات وصله الرحم، قسما بالله ان جواز القرايب بيقطع الارحام اصلا. يعني ده اللي انا شفته، بس يعني عشان ما حدش يقول لي لا، انا ده اللي انا شفته بنفسي يعني. فما احبوش وما شجعوش، ولا انا احب يعني ان انا اجوز مثلا بناتي لقرايب ابدا، دي عمرها ما تحصل ابدا ان شاء الله يعني. و وما كنتش احب حتى اجوز انا من قرايبي. ودي كانت يعني على فكره كمان، يعني الحق يقال يعني، قاعده عند والدي ان احنا ما نتجوزش قرايب عشان يفضلوا حبايبنا يعني. بس ودي انا حسيتها انها يعني صح. انا حسيت لما كبرت كده وفهمت ان ايوه صح، ان انا لما اتجوز قريبي، مش انا يعني، ناس يعني، ما واحده تتجوز قريبها الدنيا بتحصل مشاكل كتيره، وبتحصل بقى مشاكل مع القرايب مش ضد، يعني يفضلوا ضد بعض مش مع بعض للاسف يعني. بدل ما الاخ يقف مع اخوه بيقف ضد اخوه. فعشان كده انا ما بحبش جواز القرايب بصراحه. ربنا يهني كل الناس بقى، اللي اتجوز اتجوز خلاص، واللي ناوي يتجوز ربنا يسعده ان شاء الله. دي بس وجهه نظري انا، وجهه نظري انا بس، مش بفرضها على حد زي ما قلت 100 مره قبل كده. والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، اللي عايز يتجوز قرايب يتجوز براحتكم يعني. ده وجهه نظري بس، عشان حد سالني ايه رايك في جواز القرايب، قلت بس انت يعني طيب بقى خدوا بقى اللي انا هقوله، عشان يمكن يكون كلامي رخم شويه او جامد، بس ده رايي بس مش اكتر، والله العظيم رايي. اللي مقتنع بغير كده ربنا يوفقكم ان شاء الله، وربنا يسعدكم جميعا ان شاء الله. ربنا يهدي لي اولادي ويثبتنا على ديننا ويحسن ختامنا، وينصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، وربنا يهدينا ويهديكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.